يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. بما إن احنا في الشتاء ورمضان قرب، فضروري يكون عندي زبدة تكفيني فترة كبيرة وكمان تظبط لي حلويات رمضان. واللهم بارك، جالي اوردر زبدة من شركة فيريلاند، عبارة عن كرتونتين. الكرتونة الأولى فيها زبدة خام بقري وجاموسي، والكرتونة التانية فيها برطمانات سمنة متسيحة جاهزة. ودي طبعا فرصة عظيمة ان السمنة متسيحة جاهزة، يعني هوفر وقت ومجهود. بس هجرب الاول وهقول رأيي بكل صراحة. نبدأ الاول كده بسم الله ونفتح الكرتونة. فالكرتونة جاية اللهم بارك كده سليمة، متسلتبة حلو، جواها كيس كبير فيه قوالب الزبدة الخام اللي هي البقري والجاموسي. القالب الواحد وزن كيلو، بس برضه هنحطه على الميزان ونشوف مع بعض. القوالب ما شاء الله جايه متجمده، يعني مفيش حاجه ولا سايحه ولا طريه ولا اي حاجه خالص. الكرتونه دي كده تمام. نشوف الكرتونه التانية، برضه مقفوله حلو، الكرتونه سليمه. كون الكرتونه سليمه ده كويس، بيحافظ على يعني الحاجات اللي جواها. فالبرطمانات برضو، ده برطمان السمنه البقري، البرطمانات نضيفه جدا. في حاجه كمان لاحظتها، ان وانا بفتح البرطمانات محكمه جدا، يعني انا ما قدرتش افتحها. ده معناه ان هي متعبيه كويس، ويعني مقفوله باحكام. انا طبعا جبت حد يفتحها لي، وهناخد كده بالمعلقه ونشوف الترميله مع بعض. بس في البدايه كده اول ما فتحت فعلا ريحتها حلوه، دي اول حاجه انا لاحظتها، بعيدا طبعا عن النظافه اللي شفناها في الاول والتغليف الكويس. فريحتها طلعت حلوه. تاني حاجه بالمعلقه كده بقى واحنا بناخد كده، السمنه مرمله. بس ده برضو مش هيفرق معايا قوي، لازم الطعم، انا اللي يهمني الطعم. وبرضه هفتح برطمان السمنه البقري علشان اشوف الريحه والترميله. في الاول الريحه حلوه قوي، اللهم بارك، عجبتني جدا. وهطلع برضه بالمعلقه نشوف مع بعض السمنه مرمله. بعد كده هحط القوالب على الميزان. طبعا هي جايه على انها كيلو، وانا عارفه انها كيلو، بس احيانا بنشتري الحاجه بيبقى وزن كيلو بس بتجيلنا 900 جرام، لكن القوالب ما شاء الله كيلو. حطيت برطمان السمنه علشان اشوف الوزن بتاعه، عمل كيلو وربع، وده معناه ان السمنه صافي جوه البرطمان وزن كيلو. يعني انت هتشتري كيلو سمنه صافي، مفيش حاجه اسمها 900 جرام ومفيش حاجه اسمها 800 جرام. بعد كده هفتح قوالب الزبده. وبرضو التغليف يهمني قوي، ان الزبده ما تجيش سايحه، ما تجيش مبهدله، ما تجيش في كيس مثلا ممكن يكون مقطوع. التغليف ما شاء الله حلو قوي من بره. القالب ملفوف ببلاستيك راب، محطوط له كليبس من فوق، يعني هو الزبده جوه كيس معمول له كليبس من فوق علشان يبقى مقفول حلو. فهبتدي ان انا افتح الكيس بالمقص. بالرغم ان الزبده اول ما جات لي انا سبتها في الجو العادي كده كام ساعه، بس اول ما فتحتها ما لقيتهاش سايحه خالص كده ودايبه، لا متماسكه برضو معايا بشكل معقول يعني. فدايما لما بجيب الزبده بحاول ان انا اخد حته على ايدي وافركها كده. اما بلاقيها ناعمه ومش مدهننه قوي في ايدي بعرف ان الزبده دي كويسه. لو لقيتي ان الزبده في ايدك مدهننه جامد اعرفي انها مغشوشه. فانا اول ما عملتها على ايدي كده الملمس بتاعها حلو، عجبتني. برضو هفتح القالب التاني، وبنفس الطريقه برضو هاخد حته على ايدي، هشوف هل الزبده مدهننه ولا مظبوطه. التغليف برضو بنفس الطريقه، نفس المستوى، مستوى التغليف حلو، يعني من الحاجات الكويسه. الزبده حلوه قوي، مش مدهننه، ملمسها ناعم كده وخفيفه. هبتدي ان انا ادوقها وهي خام. انا دقت حته من الزبده البقري والجاموسي، طعمهم حلو قوي، لدرجه ان انا دقت تاني. وطبعا اللي واقفين معايا بيضحكوا عليا كفايه. بس انا فعلا بقول رايي بكل صراحه، هي لو ما عجبتنيش هقول لكم ما عجبتنيش، هقول لكم الزبده دي مش قد كده. لكن اللهم بارك هي عجبتني. بس انا برضو مش هكتفي بكده، وهسيحها وهنشوف مع بعض. بس قبل ما اسيحها هعمل معاكم صينيه جلاش سريع سريع، علشان انا يهمني في الحلويات الطعم والريحه عاملين ازاي، وكمان التوريق والقرمش، عشان كده انا اخترت الجلاش. فهاخد معلقتين سمنه كبار وهدفيهم على النار كده يسيحوا. وهنجيب لفه جلاش نوزعها في الصينيه بعد ما ندهنها كده بفرشه سمنه. انا هنا مش هدهن الجلاش ورقه ورقه، انا هحط السمنه دفعه واحده، وده هيبين لي السمنه كويسه ولا لا. فهقطع الجلاش كده لمربعات، وهوزع السمنه بين الفتحات او بين التقطيع، وهي هتتوزع بقى براحتها. وهنشوف مع بعض اللون، لون الجلاش هيبقى عامل ازاي، القرمشه، التوريقه، الطعم والريحه. طبعا الريحه بتبان او مجرد بس ما سيحت السمنه في الطاسه، ريحه السمنه حلوه. ودقتها وهي في البرطمان برضو طعمها حلو، يعني ما شاء الله عجبني. فانا ببتدي دلوقتي اوزع السمنه، وهدخل الصينيه الفرن على طول، هتقعد معايا 25 دقيقه.
وهنشوف مع بعض دلوقتي لونها عامل ازاي. انا بميلها بس كده علشان السمنة تبتدي تدخل كده بين الطبقات شوية. دي اسهل صينية جلاش ممكن تعمليها في حياتك، ما تحاوليش تدهني ورقة ورقة. الصينية ما شاء الله طلعت من الفرن. انا بقرب هنا عشان اوريكم بقى. هنا الزبدة عملت لي حاجة جميلة جدا، خلت لي الجلاش بومبي كده، وده معناه ان هو متورق حلو، يعني هاشش ومقرمش ومستوي كويس. الزبدة الكويسة هي اللي بتخلي البقلاوة او الجلاش مورق، ما بتخليهوش تقيل ومكتوم على بعضه. فبالنسبة لي الجلاش طلع ممتاز جدا من ناحية التسوية والتوريق والهشاشان والقرمشة. طعمه وريحة حلوين قوي، بالرغم ان انا سقيت لبن مع الشربات بس الوش فضل معايا مقرمش. هنبتدي هنا بقى نسيح 2 كيلو من الزبدة، كيلو بقري وكيلو جاموسي، وحطيت كل كيلو في حلة لوحده علشان نشوف التسوية عاملة ازاي او النتيجة في الاخر. النار وسط في الاول لحد ما الزبدة ساحت وفكت خالص، بعد كده النار هادية وبسيبها تستوي على نار هادية. اللون طبعا انتوا شايفينه، الزبده ما عملتليش رغوه كتير قوي زي ما بعض الناس بتقلق. الرغوه في البدايه كانت معقوله وده شيء طبيعي، بعد كده بدات تصفى كده وتروق وتستوي على مهلها. ريحتها وهي على النار حلوه قوي، الولاد شموها في البيت قالوا لي ريحه البيت حلوه، يعني ريحه السمنه كانت طالعه وماليه البيت. هنا انا هعبيها في برطمان علشان نشوف الكميه عملت قد ايه. بس للاسف ما تسيحيش في حله ستانلس، انا دايما بسيح كميات يعني ما شاء الله كبيره في الومنيوم، بس عشان ده كيلو واحد حطيته في حله صغيره ستانلس. بس الستانلس بعد ما طفيت النار ادى المرطه شويه حراره كمان، لان الستانلس بيحتفظ بالحراره اكتر. بس كمية السمنة اللي طلعت من كيلو زبدة كمية معقولة جدا، 650 جرام، ده كمية كويسة. معلقتين المرطة برضو كمية مش كبيرة. دقتها بعد ما سيحتها طعمها حلو، ريحتها كانت حلوة قوي وهي بتستوي. ودلوقتي اقدر اقول لكم ان منتج زبدة فيريلاند بالنسبة لي ممتاز جدا. انا جربته معاكم وبقول لكم رأيي بكل امانة. انتوا كمان لو حبيتوا تجربوه تقدروا تتواصلوا معاهم على الصفحة، هتلاقوا لينك الصفحة في اول تعليق مثبت. عندهم عروض حلوة قوي على الاسعار. كمان في حاجة مهمة جدا، الاوردر اول ما يجيلك افتحي الاوردر ودوقيه والمندوب واقف. الطعم لو ما عجبكيش وما طلعش بالنسبة لك ممتاز رجعيه معاه، وده الضمان بتاع الزبدة ان لازم تدوقيه قبل ما تاخديه. ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الشركة دي، من خلال طبعا الصفحة فهمت ان لازم ندوق المنتج قبل ما نستلمه، لو في حاجة ما عجبتناش بنرجعه. دي طبعا حاجة تهمني جدا. وبالشكل ده تقدري تشتري السمنة السايحة جاهزة او تشتري زبدة وتسيحيها بنفسك. بالنسبة لي المنتج معقول جدا جدا. طعم حلو، ريحة حلوة. انا لما سيحتها ادتني نتيجة كويسة، استخدمت السمنة المتسيحة جاهزة ادتني برضو نتيجة كويسة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. وهاتي زبدة فيريلاند اعملي حلويات رمضان وعزومات رمضان بقلب جامد. والسلام